شخصين عمرهم ما بيتعلموا حاجه في حياتهم. وقبل ما اقول لك مين الشخصين دول، انت بتشوف اول فيديو في سلسله فيديوهات تجارب وقواعد وقوانين الحياه اللي المفروض كل واحد فينا لو عايز يوفر وقت كبير جدا في رحلته في الحياه لحد ما يقابل وجه كريم يبقى عارفهم كويس جدا وحافظهم، لان من غيرهم هتضيع من عمرك وقت طويل جدا. واول شخص فيهم اللي ما بيتعلمش حاجه من حياته شخص لا يسال حياء. والمشكله دي للاسف كانت عندي وكانت عند ناس كتير، اللي هو انت ممكن مثلا وليكن تبقى قاعد في كورس زي كورس انجليزي مثلا، راح تاخد انجليزي عشان تحسن عندك اللغه الانجليزيه، فانت خايف تسال فيضحك عليك. طب انت طول ما انت مش هتسال عمرك ما هتتعلم حاجه. ودي حاجه قدرت اشتغل عليها لحد ما ربنا سبحانه وتعالى، لان للاسف ربنا سبحانه وتعالى اكرمني فيها، بس لانها للاسف اخرتني سنه واثنين وثلاثه في حياتي في الحياه العمليه اللي انا كنت عايز اعمل فيها حاجات بسبب خجلي وكسوفي ان انا اسال وانا مش عارف عن حاجه معينه اثناء الكورس.